السلام عليكم، مرحبا بكم متابعينا الأوفياء. إذن في خبر حصري وعاجل، وقبل المواجهة النارية المرتقبة بين المنتخب المغربي ونظيره الإسباني في إطار ثمن النهائي مونديال قطر، نشرت الصحيفة الرياضية الإسبانية مقالا ساخنا تهاجم فيه المنتخب المغربي. وقالت الصحيفة أن المنتخب الإسباني تنتظره مواجهة مع منتخب هجين، بحيث لا يوجد ولو لاعب مغربي وحيد ولد في الأراضي المغربية. وأضافت الصحيفة أن المنتخب المغربي هو المنتخب الوحيد في مونديال قطر الذي يعتمد كلية على لاعبين ولدوا خارج البلاد. ويأتي هذا الهجوم الشرس كورقة ضغط من الإعلام الإسباني لخلق الارتباك والشك في صفوف أسود الأطلس، ولكن نقول لهم هيهات، فالأسود تبقى أسودا والكلاب تبقى كلابا.